تم العثور على جثة الإمام والأستاذ المعروف ملقاة في الخلاء بعد اختفائه المفاجئ وانقطاع الاتصال به. المفاجأة الكبرى التي هزت الجميع لم تكن فقط في طريقة مقتله، بل في هوية المشتبه به، إذ تشير التحقيقات الأولية إلى أن الفاعل كان من أقرب الناس إليه، شخص يشاركه تفاصيل الحياة اليومية ويعتبر صديقاً مقرباً. الضحية خرج كعادته بعد صلاة العشاء ولم يعد إلى بيته، ما دفع أهله لإطلاق نداءات بحث قبل أن يتم اكتشاف مكان الجثة في منطقة نائية. الحادثة خلفت صدمة واسعة في أوساط المجتمع، خاصة أن الإمام كان معروفاً بخلقه العالي وسيرته الطيبة ومكانته المحترمة بين الناس. لم يكن له أي عداوات تذكر. الجريمة أثارت موجة غضب وحزن وسط مطالبات واسعة بتحقيق عاجل وشفاف.